بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم عن برفان اسمه دانهيل. دانهيل بس ما ينفعش، لازم يبقى له كماله. يعني لما حضرتك تقول انا عايز برفان دانهيل لازم تعرف ان هو في منه كتير، ولكن هنتكلم عن انجح 3 انواع في السوق من زمان خالص لحد النهارده. هم دانهيل ديزاير بلو، دانهيل ديزاير ريد، دانهيل اديشن. دانهيل ديزاير بلو ودانهيل ديزاير ريد، دانهيل اديشن، دول اشهر عطور دانهيل الموجوده في السوق ومحبوبين جدا. بس ليه انا بقول لحضرتك في كل فيديو، انا بقول لك الفرق بينهم ليه؟ عشان لما تشم ريحه دانهيل او تعجبك ريحه دانهيل تبقى انت عارف اي دانهيل في الثلاثه دول اللي شميتهم. تقول لما تطلب من العميل التاجر بتاع العطور تقول له انا عاوز دانهيل ديزاير بلو، دانهيل ديزاير ريد. الفرق ما بين دانهيل ديزاير بلو وريد مش اللون اللي الزيت هنا اللي في الريد احمر والبلو لونه ازرق، لا، الازازه نفسها في الدانهيل بلو لونها ازرق، والازازه نفسها في الدانهيل ريد لونها احمر، والازازه نفسها في الاديشن لونها اصفر او ذهبي. فطبعا كل حاجه من بره بس هي اللون، لكن من جوه الميه بتاعه العطر لونها بتبقى شفاف وفاتحه، لان هو معظم العطور دي في قلبها حمضيات اللي هي الفاتحه. هنتكلم عن الاول عن دانهيل ديزاير بلو اللي هو الاشهر في السوق حاليا، ونشوف المكونات بتاعته مع بعض ونعرف هو ده اللي حضرتك عايزه ولا مش هو ده. ده دانهيل ديزاير بلو، ده ريحه الحمضيات فيه شديده جدا، مدي الليمون طبعا. هو الليمون اللي ظاهر فيه كتير قوي قوي في الدانهيل ده، تعتبر انت رش ليمون يعني. بس طبعا ليمون بيبقى مكسور في الاخر مع مسك مع عنبر علشان خاطر يدي برضه ايه قاعده قويه للدانهيل، لان الدانهيل معروف بالثباتيه بتاعته القويه، عكس السوفاج تماما، عكس المونتي بلانك، او المونتي بلانك يعتبر وسط، عكس مثلا الشانيل بلو. بلو دي شانيل برضه العطور دي جميله لكن ثباتيه مش عجباني خالص خالص. المصمم اللي صمم الحاجات دي هو قاصد يعمل كده عشان هو عامله لوقت معين اللي هو زي وقت الرياضه. دانهيل ديزاير بلو مدي ليمون صرف على خشب بسيط في الاخر على مسك، ده الديزاير بلو. طيب نجرب بقى الديزاير ريد، دانهيل ديزاير ريد. ليمون برضو بس تحس ان معاه تفاح اخضر، ليمون مع تفاح اخضر، ده الديزاير ريد. يعني تقدر تقول التفاح هنا غطي على الليمون شويه في الريد عشان يبقى برضه زي ما احنا قلنا قبل كده ان المصمم هنا بيحاول يحاكي اكبر قدر ممكن من العملاء ويلبي رغباتهم عشان برضه يقدر يبيع اكبر عدد من العطور. يبقى ديزاير بلو ليمون، ديزاير ريد تفاح على ليمون. طيب نشوف بقى الدانهيل اديشن اللي هو اقدم حاجه فيهم كلهم. ده مختلف خالص، ده واخد لافندر على الريحه زي ريحه جوز الطيب مع اللافندر، داخل فيه ياسمين. ده لافندر ظاهر فيه خالص. كلنا عارفين ريحه اللافندر بتبقى منتشره في اللي هي الروائح المنزليه دي مع ريحه جوز الطيب. طبعا برضه عارفين جوز الطيب دي مع العطار دي. وفي ريحه زي القرنفل داخله في قلبي. القرنفل داخل مع اللافندر مع الياسمين مع جوز الطيب، ده في الدانهيل اديشن. لو قعدت شويه كمان هشم في حاجه كمان. خلي بالك كل ما بتقعد اكتر البرفان الاتجاه بتاعه اللي هو المقدمه بتروح، بعد كده الوسط والقاعده، القاعده فيها قرنفل، القاعده بتاعت الدانهيل اديشن قرنفل. يبقى حضرتك دلوقتي عرفت 3 انواع بتوع الدانهيل عشان ما اطولش عليك. دانهيل ديزاير بلو ريحه الليمون، دانهيل ديزاير ريد ريحه التفاح مغطي على الليمون، والدانهيل اديشن مدي قرفه مع اللافندر. اللافندر مع القرفه مدي ريحه جميله جدا جدا في الاديشن. ده لما تكون حضرتك عايز تروح تشتري دانهيل تقول عايز دانهيل كذا، او الدانهيل اللي انت عايز تطلبه حتى لو اونلاين انا عايز دانهيل كذا اللي بريحه كذا، عشان ما تتوهش نفسك وتتوه التاجر وفي الاخر يبعت لك حاجه غلط يبقى انت دفعت فلوس على حاجه انت مش عاوزها. حبيت بس اعرفك الفرق بينهم، ده واجبي اني اعرفك، واجب حضرتك انك انت بس مجرد تشوف الفيديو وتضيع دقايق من وقتك الثمين علشان خاطر تتفرج علينا. دي حاجه كبيره جدا جدا لينا يعني. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.